حذرت الجزائر أمريكا من خطورة التدخل في الشأن الداخلي للجزائر أو محاولتها فرض الوصايا أو التدخل في خياراتها أو علاقاتها الخارجية مع الدول، في إشارة إلى الحملة الإعلامية التي تعرضت لها من طرف بعض اللوبيات داخل الكونغرس الأمريكي دعت إلى فرض عقوبات على الجزائر بسبب صفقات التسلح مع روسيا. الجزائر أكدت بأنها تحترم خيارات الإدارة الأمريكية في اختيار شركائها وقراراتها الدولية، وعلى أمريكا أن تبادر الجزائر بنفس المنطق والرؤية، لأن الدولة الجزائرية ليست المحمية المغربية أو الإماراتية، فالجزائر دولة ذات سيادة وموقف دولي واضح، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تقبل الابتزاز أو تسمح بالمساومة. أين تعد الجزائر أول دولة عربية وإفريقية تمتلك مقاتلات شبحية، أين تم تصنيع 50 نسخة من هذه المقاتلات، أكثر من 10 مقاتلات ستكون قوة ردع إقليمي للجزائر، وتعد سوخوي 57 أداة ردع قوية ضد التهديدات الإقليمية وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، مما يدعم قدرة الجزائر على الإسقاط الجوي العميق في المنطقة.